جورج الزمالك مش بيشجع الاهلي والعكس عادي، بلاش رموز يعملوا كده. ما فيش حد بيشجع، احنا بنتكلم بنحلل وبنقول ان الاهلي عمل شغل كبير ولازم الناس تقول له مبروك لانه بيكسب بره ملعبه وبيخش لنصف النهائي، دي حاجه كويسه. احنا بنحلل هنا مش بنشجع ولا حاجه، لا حتى لا بنشجع الزمالك، احنا بنتكلم على ماتشات الكوره وبنحللها مع بعض، ده كسب ليه وده خسر ليه، وكل الناس عارفه مين بيشجع مين والناس بتعمل ايه يعني. وخليكم دايما يا جماعه في فرق بين المشجع ولما تطلع في استوديو تحلل او تتكلم في الكوره. ان انا بطلع مش مشجع يعني، انا برضه خلينا او اي حد حتى زميل ما بنطلعش كمشجعين. ممكن اطلع كمشجع وانا ضيف على فكره، يعني انا وضيف مثلا حد جايبني كحازم امام اللي هو الضيف اللي لعيب نادي الزمالك، اطلع اتكلم بقى على الزمالك لكن انا بطلع كمذيع فلازم اكون بتكلم بحياديه واتكلم هنا ده كسب ليه ده خسر ليه. الموضوع مش ان انا اطلع اقول ده وحش على طول او ده كويس على طول. خلينا نروح برضه لماتشات الدوري. ماتش الزمالك تحديدا، طبعا ماتش الزمالك للاسف الشديد اللي طبعا احنا في المصريين يعني بيحب الزيطه شويه، وكل الناس طبعا سابت ال90 دقيقه وقعدوا يتكلموا في ال5 دقايق اللي حصل فيهم المشكله. وكل الناس يعني انا بصراحه احترمت عندنا في القناه ان احنا ما اتكلمناش في حاجه غير في الكوره. في ناس اللي قالت لك ازاي ما تتكلموش على المشكله وازاي ما تعملش، لان انا ضد ان فكره ان الاستوديو تحليلي يطلع يقعد يزن في اي حاجه ما لهاش دعوه بالكوره، او ان هو يطلع يتكلم في مشاكل ده مين وده شتم مين وده رد عليه قال ايه فانت لازم تقول ايه ولازم تعلي هنا وانا اعلي هنا، ونقعد بقى قاعدين في حتت مش بتاعتنا اللي هي للاسف برضه نفس الناس مثلا يقول لك بصوا بره ما حدش بيتكلم غير في الكوره، وعندنا لما تحصل مشكله انتوا ليه ما بتتكلموش فيها؟ لان ده استوديو تحليلي، خليك في الكوره. لو حد سالني زي مثلا ممكن دلوقتي اتكلم او يسالني ايه رايك، هتكلم بره في مكان اخر يعني. وانا بصراحه ما بحبش اتكلم في المواضيع دي اللي دايما بيبقى فيها حتى المشاكل او حتى مشاكل ما بين اللعيبه، دول طبعا زملاء اعزاء وكبار في السن، ناس نحترمهم كلهم. انا ما بحبش اتكلم ولا هعلي على ده ولا اقول ده، الناس شايفه مين اللي غلطان ومين اللي مش غلطان، لكن انا هتكلم في حاجه واحده وهو طبعا الكابتن حسام حسن الزميل العزيز طبعا وكابتننا الكبير، ولكن اكيد يعني وجهه نظري مش هتكلم كتير في الموضوع ده، ان هو الخسران الاكبر في اليوم ده. جمهور الزمالك بيحبه جدا يعني، ما كانش هو استفز، حصلت له كل حاجات، ما همشي للاخر، كلنا يعني كلنا كنا بنتشتم وكلنا حصلت لنا مشاكل كتير. كل ما بتكبر في السن كل ما خبراتك بتزيد، وده اللي كان المفروض للكابتن طبعا حسام انه ياخد باله منه، خصوصا ان جمهور الزمالك كان بيحبه جدا، تفقد طبعا يعني قطاع عريض من الجماهير الزملكاويه بشكل كبير جدا. اتمنى ان هو الفتره دي يراجع وانا متاكد لو طلع اعتذر او قال انا ما كانش يعني اي كلام، خلي بالك اللي بيحب حد بيتقبل منه ان هو بس يطلع يقول له انا اسف انا بعتذر، لان نادي الزمالك الفتره اللي فاتت كلها كان في اي مشكله دايما لو في مشكله في التدريبيه دايما يقول حسام حسن، ناس كتير قوي تقول حسام حسن لانه محبوب وعمل نتائج ايجابيه مع نادي الزمالك واشتغل على ذلك. فانا بشوف ان بصراحه الخسران الاكبر في هذا الشيء او في هذا اليوم اللي كان موجود هو كابتن حسام حسن، ويعني وعليه وسهل ان هو يصلح الامور. الناس في مصر طيبين والناس دايما بتنسى والناس دايما بتبقى عايزه اللي بتحبه ان هو بس يقدم رجل عشان هم كمان يقدموا، لكن طبعا جمهور الزمالك اكيد زعلان ان ما كانش ليها لازمه خالص انت تلعب مع المصري، ما كانش ليها لازمه حركه ان هو جمهور النادي الاهلي. كل الباقي بقى كله انا مش هتكلم فيه لان انا ما بحبش اللت والعجن في المواضيع دي، كل الناس افاضل، كل الناس محترمين، وكل الناس كباتن مصر، وكل الناس مش لازم اقعد اتكلم بقى عشان يا ولد حازم انت فعلا بتدافع، كل الناس محترمين وانا مش هقعد اكسب بونت على دماغ حد او على قف حد يعني، لكن كل الناس اللي بتطلع تتكلم في الكوره زمايلنا واحبائنا نتمنى منهم ان هم دايما يتكلموا في الكوره ويتكلموا في الامور اللي حتى لما يختلفوا مع بعض يختلفوا على بعض في كوره، لكن ما يقولوش انت كذا وانت كذا. خلينا نتكلم دايما امور رياضيه عشان نبقى دايما مثال يحتذى بيه يعني. خلينا نخش للجمهور. مرزوق، مساء الخير يا مرزوق. نورك يا كابتن حازم. ازيك يا مرزوق، عامل ايه يا حبيبي؟ حضرتك عامل ايه؟ كله تمام الحمد لله. انا سعيد وانا بكلم حضرتك يا كابتن. ربنا يخليك يا حبيبي، الله يكرمك. انا عايز اقول لحضرتك انا زملكاوي واشد المعجبين بحضرتك بجد يعني. ربنا يخليك يا حبيبي. عامل ايه؟ كله كويس؟ كله تمام يا باشا. قول لي. انا عايز اقول لحضرتك حاجه، ايه رايك في اللي الكابتن حسام حسن عمله؟ ما لسه كنت بقول دلوقتي، انت كنت ما اعرفش سمعتني ولا لا وانا بتكلم، زي ما بقول لك يعني انا مش عايز اتكلم كتير في الموضوع ده، بس اكيد هو كابتن حسام اللي خسر يعني. بس احنا زعلنا منه كجمهور زمالك طبعا، احنا كنا بنحبه. اكيد ما لسه بقول والله الكلام ده، انا بقول ان كابتن حسام يعني لو اعتذر او اتكلم وقال ليه عمل كده او كان عشان حاجه معينه اعتقد الجمهور ناس ممكن تسامح يعني، لان برضه حسام قيمه يعني، لكن طبعا ما كانش ليها معنى خالص اللي هو يعني انه طلع فيها الحمر يعني، عارف لو طلع فيها الخضراء ماشي هو يعني انك انت تطلع حمرا دي فعلا انت كلامك صح بتستفز الاخرين، وده يعني مش دي علاقه كابتن حسام بنادي الزمالك يعني، علاقته احسن من كده المفروض يعني.
انا عايز اقول لك ان انا يعني مستبشر خير في نبوشه. لذيذ. ويا ريت يا كابتن والله، يعني بتمنى ان الزمالك يمشي كده على طول باذن الله، وناخد بطوله بقى السنه ان شاء الله ان شاء الله. بص هقول لك حاجه، طول ما في حاله هدوء في الكوره، يعني ما فيش حاجه بتاخدها يمين وشمال، ما فيش حاجه بتضغط على اللعيبه، واللعيبه ماشيه بشكل كويس، اعتقد الامور هتمشي بشكل كويس يعني. وده يمكن انا قلته في اول قبل الموسم ما يبتدي، ان الزمالك السنه دي هيبقى في حاله من الهدوء وده موجود يعني ان شاء الله. يا رب. بس على حاجه يا كابتن. اتفضل يا مرزوق. هو احمد مجدي اللي الزمالك جابه من الانتاج ده موجود ولا مشي؟ لا موجود ما مشيش مشيش من الزمالك. انا بقول لك في لعيبه لسه كتير، او صلاح عاشور موجود ما شفناهوش خالص. زي ما تقول مجدي كابويا ما لعبش غير 45 دقيقه، الشامي ما لعبش غير، احمد رفعت ما لعبش خالص. في اسامي كتير قوي لسه موجوده يعني مستنيه دونجا ما لعبش خالص، في اسامي كتير مستنيين انها تلعب يعني. انا سعيد اول مكالمه ده يا كابتن. بشكرك يا مرزوق، شكرا جزيلا، بشكرك يا حبيبي. احمد عطا كابتن رضا معاه، وحشنا اعمل له مداخله، وتحياتي لكابتن عطا. حاضر ان شاء الله باذن. كابتن رضا طبعا نجم نادي الزمالك والاهلي، وواحد من اللي بيتكلم دايما ويبقى عنده حاله من الجدل لذيذه يعني. هو بيتكلم بشكل دايما عفوي، وراجل ليه خبراته وكلامه يحترم يعني. كل الناس ليها احترامها وتقديرها في الكوره، وكلنا يعني بنسمع من كل الناس. اقول لكم برضو الاسبوع الثالث في النتائج، واقول لكم الاسبوع الرابع ايه الماتشات. الاسبوع الثالث طبعا خلص بفوز بتروجيت على امبي، وده الامبي طبعا يعني زي السنه اللي فاتت ماشي بشكل سيء، 3 ماتشات ليه نقطه واحده وهزيمتين. سموحه بيتعادل مع النصر، الانتاج الحربي بيكسب المقصه 1-0، طنطا بتفوز 3-1 على وادي دجله، المقاولون العرب 3-2 على الاتحاد السكندري. وكابتن هاني رمزي في حاجه مش طبيعيه، كل ماتشات او معظمها بيبقى كاسب ويخسر، تقلب النتيجه عليه. والماتش ده تحديدا في 3 دقائق جه عليه بلنتين، وكان كاسب 2-1 بقى 3-2. المصري والزمالك وفوز مستحق نادي الزمالك 2-1. الاسيوطي بيهزم من الاسماعيلي 2-0، الاسماعيلي السنه دي شكل مختلف. الداخليه تخسر من طلائع الجيش 2-1. هقول لكم الدور الثاني الاسبوع الرابع، لكن خلينا نروح لماجد. مساء الخير. مساء الخير يا كابتن حازم. ازيك يا ماجد، عامل ايه؟ ماجد الزملكاوي مع حضرتك. ازيك يا ماجد حبيبي؟ ازي اخبار حضرتك؟ كله تمام؟ الله يكرمك. مبسوط من الزمالك؟ جدا الحمد لله. حلو ها؟ بس انا ليا تحفظ بسيط. ايه يا حبيبي؟ مش عارف احنا بعد ما جبنا الجون الثاني احنا تراجعنا ليه؟ ما برضه هي التغييرات الدفاعيه. الراجل العب احمد توفيق ومعروف. بص انت بتلاعب فرقه كبيره، فرقه مطلعاك من الكاس السنه اللي مش من السنه اللي فاتت، ده من شهرين. فرقه يعني عندها مدير فني قوي، فبالتالي بيبقى نوعا ما ممكن يبقى قلقان شويه، خايف شويه. اللعيبه برضه صغيره لسه ممكن تغلط شويه. فالمهم النتيجه النهائيه يعني الزمالك بمحصله كان كويس في الماتش بصراحه بشكل رائع يعني. لو كابتن علي جبر ان شاء الله لما يرجع في الدفاع الدنيا هتتظبط اكتر ان شاء الله باذن الله. ومبروك للنادي الاهلي. مبروك طبعا ومبروك على فكره، ومبروك للجمهور الاهلي اللي راح التمرين اللي قبل الماتش، ان ده من اسباب اللي انت خسران وتلاقي الناس بتدعمك كده وتروح بالشكل الرائع ده وتشجع، وتشوف شفنا بتشجع شريف اكرامي ازاي، وتشجع حسام بدري ازاي، وبتشجع الناس ازاي، اديت لهم باور وراها اداره. بص الجمهور كمان بيحرك الصخر بصراحه، وزي ما بنقول دايما الجمهور ان هو رقم واحد، حتى لو هو في التمرين هو برضه العامل رقم واحد، لان دايما اللعيبه بتلعب عشان الجمهور، والناس بتلعب عشان الجمهور، وكل الناس دي بتشتغل عشان الجمهور. بس على فكره يا كابتن ماتش النجم هيبقى اصعب من ماتش الترجي. شفت فرقه النجم امبارح كانت بتلعب اهلي طرابلس، فرقه كويسه، عندها باك يمين كويس قوي، وعندها مرعي طبعا هيقعد يتعب المدافعين شويه. لا ده ما شاء الله. لكن الترجي على مستوى الدوري متهيألي الترجي هو كان الاقوى يعني. بص يعني ماتش صعب. النجم بدنيا عالي يا كابتن، النجم بدنيا عالي، واقفين على رجليهم. اللعيبه بتعمل سبرنتات لغايه اخر الماتش يعني ما شاء الله، واقفين على رجليهم. فانا بس يعني هيبقى ماتش صعب على فكره. اكيد بس ان شاء الله الاهلي هيبدا باذن الله، ربنا يكرمك ويجيب البطوله دي لمصر باذن الله. انت زملكاوي يا ماجد ها؟ طبعا. طيب وان شاء الله برضه 8/10 هنحتفل كلنا ببطوله يا رب ان شاء الله باذن الله. ربنا يكرمك يا كابتن. بشكرك يا ماجد، شكرا جزيلا. لا تنسى الاشتراك وتفعيل جرس الاشعارات لتتوصل بجديدنا دائما.